هاي، ازيكم؟ انا ساره. امر تشوفوني انا بعمل فيديو ازاي نطور من نفسنا ازاي نكون احسن نسخه مننا. فيديو النهارده هو كبير شويه زي ما قالوا لي في العنوان، لكن انا مش بس عايزه ادخل اتكلم في النصايح. انا عايزه اتكلم من نقطتين. النقطه الاولى ان احنا مش دايما لازم نلوم الناس، ومش لازم دايما يبقى الناس هي اللي غلط. يعني مش كل ما تقعد مع حد، مش كل ما تقعد في مكان، مش كل ما تقعد مع شخص تقول لا مش مناسبني. اي نعم، انا ليا شخصيه وفعلا في ناس مش بتناسبني اقعد معاهم، لكن في مشكله ان انت اللي مش عايز تعترف بالغلط ده. يعني انت اللي عايز تشوف ان جواك صوره لازم تتغير، الصفات اللي انت بتعملها فلازم تغيرها. فانت شايف ان انت تحفه ومفيش احسن منك. الكلام ده لو انت شخص فعلا عارف قيمتك، عارف شخصيتك، عارف صفاتك، عندك مهارات تواصل، الناس كلها مثلا بتحبك، بس في 2 3 كده هم مش هيحبوك، مش هيتفقوا عليك، فدول خلاص مع بعض مع السلامه. طيب لا، الناس كلها مش عايزاني فعلا، الناس كلها مش حابه تتكلم معايا. لا، شوف بقى المشكله اللي عندك انت. فاول حاجه نلجا ليها هو ان انت تفكر الاول في نفسك. هل الناس بتبعد عني عشان انا فعلا بيا صفات وحشه، او عشان انا فعلا بعمل حاجات فعلا كل الناس مجتمعه ان هي غلط او وحشه، او الناس ما بتحبش الصفات ديت، او لا. فده هيحدد معاك انت تمشي على انهي خطوات. هل الخطوات اللي انا اقولها لك دلوقتي، هل الحاجات اللي انا هقولها لك دي فهتساعدك ان كل الناس اللي حواليك تكون عايزه تعرفك وعايزه تحبك وعايزه تسلم عليكي وعايزه تقعد معاكي، ولا لا؟ دي بوينت. طيب البوينت التانية، ان يا جماعه ادوا فرصه انك تتعرفوا على الناس. انا ما بحبش بصراحه اي حد اللي هو قاعد كلام بعيد، ما شافش الشخص لسه، ما اتعاملش معاه، يحكم عليه لا الشخص ده مش مناسب. انا معاكي ان التصرفات بتفرق، وان انا لو قاعده في مكان، انا اول ما هتصرف اي تصرف انا هتصرفه هيبين انه جزء من شخصيتي. والا لو شخصيتي كلها بقى، لو انا قاعده مثلا في المكان ده ساعتين 3 فهعمل كذا تصرف يدل ان انا ولا مش انا. لكن انت لازم تحدد انت مين الناس اللي انت عايز تصاحبهم، ومين الناس يكونوا في حياتك، ومين الناس اللي بتدور عليهم. واي حد بيقولك ان الصحاب مش مهمه، بجد يا جماعه هو بيضحك عليكم. لان انت لما تصاحب بنفسك صحاب حقيقيين او ناس حقيقيه، انت هتعرف قد ايه انت محتاجهم فعلا في حياتك، في وقت شده، في وقت تعب، في وقت هزار، في وقت انت محتاج فيه انك تنزل دلوقتي، فانت هتنزل عشان صحابك مستنيينك تنزل معاهم. انا بتكلم برضو لو بنات، لا لو احنا بنتجمع في جروب بنتكلم فيه على الاقل من غير ما لازم ننزل مثلا، ده هيساعدك كتير. فاهمين؟ فالصحاب جزء اساسي ومهم. فلو انت ما عندكش صحاب، لا لازم تعمل صحاب. طب الصحاب اللي هدخلها في حياتي وهعمل ازاي صحاب، هي ان انا اكون حاطط اشخاص معينه انا عايزها في حياتي. يعني انا مش كل الناس هصاحبها، او يعني مش كل الناس انا هعرفها، لا. انا في ناس عارفاهم لمجرد ان هم معارف عاديين، وفي ناس هيبقوا صحابي، وفي ناس هيبقوا ناس قريبه مني جدا، ان انا بقعد معاهم، وان انا بنشارك بعض كل حاجه، مناسبين لبعض من الاخر. فانت لازم كده كده يبقى عندك صحاب. فلو انت لسه بتفكر النقطه دي مهمه ولا مش مهمه، يا جماعه يعني العائله مثلا مش هتغنيك ان يبقى عندك صحاب. في حاجات كده مهما كان بتعملها مع مين، لما تبقى قاعد وسط صحابك بتعملها، وسط ما انت بتتكلم معاهم، هيبقى في فرق كبير قوي بينك وانت بتتكلم مثلا مع اخواتك، في فرق كبير وانت بتتكلم مع عيلتك مثلا. فالصحاب جزء اساسي. طيب ازاي لما اكون بقى انا موجوده في مكان الناس كلها هتتعرفني، عايزه تسلم عليا، عايزه تشوفني، ازاي بقى اوصل للحته دي؟ هي دي بقى الفيديو اللي جاي النهارده اتكلم عليه. بس انا كنت بس حابه اوضح الاول الكام نقطه اللي قلتهم في الاول، ان الصحاب يا جماعه مهمين، وان الحياه اللي بنعملها مع اصحابنا هي مش هتبقى فيها حد تاني هنعرف نعملها معاه بنفس الشكل. حتى لو يعني عارفين، لو حتى لو في عيلتي هم اصحابي برضو، يعني مثلا لو القرايب هم اصحابك وبتقضي معاهم وقت كبير، ده تحفه. لكن هيجي عليهم وقت هم كمان هيكبروا، هم كمان هيبقى ليهم حياه وانت ليك حياه. فالافضل انك يكون ليك صحاب عموما في دراستك، في شغلك. ليه؟ لان ده هيساعدك تتعامل مع الناس اللي حواليك. واول حاجه عشان الناس تكون بجد بتحبك، وعشان الناس تكون هتقعد معاكي، وهي يا جماعه لما نقعد في مكان سيبوا الموبايل. يا جماعه الموبايل مش هيطير يا حبيبتي، الموبايل معاكي. مش معقول لما انزل، يعني مثلا انا بنزل اقعد في مكان، تمام، وقعد عادي وصحابي قاعدين حواليا، انا ماسكه الموبايل بتاعي ماليش دعوه، هم قاعدين بيتكلموا انا ماسكه الموبايل بتاعي. هل هم كده هيحبوا لما ينزلوا ويتصلوا بيكوا لك احنا نازلين؟ ما انت لما بتنزلي اكنك ما نزلتيش، يعني انت قاعده معاهم سوريا، بس انت ولا دماغك معاهم، بس دماغك مع التليفون. لازم ارد دلوقتي على الرساله اللي جات لي من الشخص دوت، ولازم اشوف دلوقتي الفيسبوك، او لازم اشوف دلوقتي الانستا. يا حبيبتي سيبوا الموبايل، ولما تيجي تقعدي مع ناس بجد سيبوا الموبايل. نفسي اللي هو نفسي انا النهارده قاعده دلوقتي مع عيلتي، فانا هرمي الموبايل عشان قاعدين دلوقتي بنتكلم، او قاعدين دلوقتي هنتغدى او هنتعشى سوا، تمام.
قاعدين مع صحابي، فانا قاعده دلوقتي مع صحابي عشان نتناقش سوا، عشان نطلع كل حاجه اللي مضايقانا سوا، او عشان مثلا نحكي مثلا اللي عملناه طول الاسبوع سوا. فالموبايل ليه وقته. يعني بجد لما اكون قاعده مع حد اسيب الموبايل احتراما ليه اولا، وعشان انت كمان تفصلي، يعني عشان انت كمان تفصلي. مش 24 ساعه نفضل ماسكين الموبايلات ونقول ليه الناس تبعد عننا. طب ما انت مش سامعاهم وهم قاعدين قدامك، انت بتسمعي لهم؟ لا. متفاعله معاهم؟ لا. فطبيعي مش هيبقوا حابين. تمام. تاني بوينت بقى، وهي يا جماعه خدوا شاور، حطوا برفيوم، حطوا برفيوم، حطوا برفيوم. ما يبقاش ريحتك عرق مثلا، ويبقى مثلا ريحه فمك صعبه صعبه وانتوا فاهمين، وابقى قاعده هدومي مش نظيفه وتقولي لي الناس بتهرب مني ليه، الناس مش عارفه تعرفني ليه. لا والله لا، هي كده كده الناس مش عارفه تعرفني. الناس بجد 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 بيفرق معاها الشكل. فانا برضو لو هاجي اتعرف على صحاب، او انا الصحاب اللي في حياتي مش هينفع مثلا ابقى قاعده معاهم قاعدين مثلا لبسهم مش لايق، او لبسهم مثلا مش هتحبي انت المنظر. طب ريحتهم وحشه، مش هتحبي تقعدي معاهم اكتر من 10 دقايق، وانت لو فطستي اساسا هتقومي هتمشي. انا بكلمك من واقع جديا، انا مش بقولك حاجات عبيطه او حاجات ما بتحصلش، لا بتحصل. وانت لما تبقي قاعده جنب شخص ريحته مش قادره، ولا ريحه بقه لما بيجي يتكلم مش قادره تقعدي جنبه، هل هتحبي تقعدي معاه مثلا ساعه 3 ساعات؟ لا. ده من اول ما يتكلم عادي تهربي. فنخلي بالنا من النقطه دي كويس قوي، ان في ناس عارفين ان هو بتعمل كل حاجه الا ان انا مثلا احط برفيوم، او مثلا احط ديودرنت او مزيل عرق يعني، او ان انا مثلا اخد لبانه اكل لبانه بس من السوبر ماركت كده، وانا اروح على المكان اللي انا اقابل فيه ناس، ايا كان بقى الناس دي مين، يعني بعيد عن صحابي ولا مش صحابي. لا، دايما نخلي ريحه فمنا حلوه. تمام. تالت حاجه، وانا بشوفها من الحاجات اللي لو مش في صاحبتي، مع السلامه، مع السلامه بجد، وهي ان يا جماعه لما الناس تقول سر، او لما واحده تقول لك انا هقول لك على حاجه، ما تروحيش تقول لها للبيست فريند بتاعتك وتقولي لها اصل فلانه حكيت لي الموضوع دوت. ده لو هو اللي بتحكي نفس الموضوع، صاحبتك اللي بتكلميها ديت، وصاحبتك التانيه حكت لك عليه وهي قالت لك خليه سر بينا، لا خليه سر بينك بجد. احترمي ان هي قالت لك خليه سر بينا. يعني انا بجد مش قادره اقول لكم فكره ان انا بحكي لك حاجه، بقول لك انت، او بقول للناس اللي قاعدين حوالينا دول يا جماعه مثلا انا قلت الحاجه ديت وانتوا قاعدين، فخلاص تمام دي حاجه بينا وهكذا. فتروحي انت تتصلي تنقلي الكلام ده لشخص تاني خالص، يعرفوه او ما يعرفوش، بتحكي له من نوع قصد او من غير قصد. بقول كده اللي هو مجرد ان انا بس بحكي كده اي حاجه خلاص عشان بس اسلي القعده مع اصحاب تانية او مع ناس تانية. لا يا جماعه، لما حد يقول لك بجد الحاجه دي بيني وبينك، فما تروحش تقول لحد تالت. ما هو طبيعي عارفين اللي هو ايه، لو انت مش بتحفظ السر الناس والله ما هتحب تقعد معاك تاني، ولا هتحب تقول لك على اي حاجه، وهتقعد اكنك مش قاعد، واول ما يشوفوك هينفروا منك فعلا. فركزي على الحته دي قوي. انا لما اتقال لي حاجه انا مش هقولها لحد، عشان هي اتقالت لي ان هي عارفين اللي هو ايه، خلاص لساره فهيتحكت لساره، انا واثقه فيكي. فما تروحش بقى انت شخص تقعد تقول لكل الناس وتقول لي اصل الناس ليه ما بتحبش تقعد معايا تاني. خلاص كده خلاص انت بتفقد الثقه بينهم. وتقريبا رابع بوينت تقريبا، يعني انتوا بتعدوا فكفايه عليكم. لما يكون في حاجه الشخص اللي قدامك عاملها امدحوا فيها. لما يكون شخص شكله حلو النهارده امدحه وقوله شكله حلو. هو ايه المشكله يا جماعه؟ هو ايه المشكله بجد؟ واحنا ليه بنخاف يحصل لو انا قلت لك شكلك حلو ده هيقلل مني مثلا؟ من امتى واحنا كده بجد؟ فانت كبنت خليكي لما تقعدي مع اي حد انت شايفه فيه حاجه كويسه قولي له الحاجه دي كويسه فعلا. ايه المشكله؟ يعني ايه اكبر حاجه ممكن يعني هتاخد من جمالك؟ لا. بس لما يجي حد شكله حلو شكلك تحفه، عمل حاجه وعمال يقول لك قد ايه هو تعب فيها في الشغل والناس مكافئه عليها وكده وكله مبسوط بيها، لا تحفه برافو، مستنيه منك اكتر. وزي ريت لو تيجي تشاركيني نفتح مواضيع مع الناس، نسمع، مش كل حاجه اسمها تمام ماشي. بقول لك انا نجحت النهارده وخدت مثلا كفاءه مثلا، او اتكافئت مثلا في شغلي مثلا. تمام. والله يعني انت متخيله لو انت اتخيلي نفسك مكان الشخص اللي انت قاعده بتتكلمي معاه ده، هل لو انت اتكلمتي بالاسلوب ده شخص اتكلم معاكي بنفس الاسلوب اللي انت بتتكلمي بيه هتحبي تقعدي معاه تاني ولا لا؟ بس يعني انت لو خدتها من المنظور دوت كل تصرف هتيجي تعمليه هتقولي انا بحب حد يعملني كده فهتعامل بالاسلوب ده، انا احبش حد يعملني بالاسلوب ده فمش هتعاملي بالاسلوب ده. فاهمين؟ يعني انت طبقيها عليكي الاول، هل هحب شخص يعملني كده ولا لا؟ فلما حد يعمل حاجه امدحه، مش هيقلل منك خالص ولا اي حاجه. انا تعبت فبقول لك تعبت. وعامه الناس بتحب اللي يمدحها، والناس بتحب اللي بجد يعني يحس ان هم عملوا حاجه فتقولوا شكرا. فاهمين؟ خامس بوينت، وهي يا جماعه ادوا فرصه انك تسمع اللي حواليك.
اسمعهم. انا ليه الناس بتحب تقعد معايا؟ عشان انا بسمعهم، فاهمين؟ انا بسمعهم. هو طبيعي الانسان جاي يعمل ايه غير ان انت تسمعه؟ يا ريت بلاش عارفين فكره اللي هو ايه، تيجي تتكلم، لا لا اسكتي انا عندي حاجه مهمه اكتر منك. يا بنتي طب اسمعيني وبعد كده هسمعك. لا لا، اتعلم اسمع اللي حواليك. هما اللي حوالينا كلهم، واي حد بنقعد معاه عايزك تسمعيه، عايزك تسمعيه. فانا لما هوفر الحاجه دي للناس اللي قدامي واصحابي اللي محتاجينها، هتلاقي كل ساعه تقعد معاكي ليه؟ عشان تسمعيهم، حتى لو مش بتدي نصايح، وحتى لو مش بترد عليهم، او حتى مش بتلاقي لهم حلول. فكره ان انت بس بتدي للي قدامك ان انت سامعاه وحاسه بيه وسامعاه ومتفاعله معاه، يعني مش انا بسمعه يلا يلا نص ساعه وان شاء الله نخلص من القرف ده بقى. لا لا، انا بسمعك عشان عايزه اسمعك. انا بقدرك وقاعده معاكي دلوقتي الساعتين اللي قاعداهم، او الساعه او نص ساعه، او مع اصحابي كلهم اللي قاعده معاهم، عشان حابه اسمع لهم. لو انت زهقتي حسيتي انت اتقفلتي من القعده، قومي امشي. يعني لما احس ان انا خلاص مش قادره اقعد، خلاص مش قادره اقعد، قومي امشي. لكن ما تبقيش قاعده اللي هو مجرد ان انت قاعده كده ماشي مش متفاعله، فاهمين؟ لا لا، انت بتقعدي اسمعي اللي حواليكي، شوفيهم عايزين يقولوا ايه، اسمعيهم، اديهم فرصه، اتكلم، تمام، انا مش عارفه، تمام، هكذا. اتفاعلوا مع الناس اللي حواليكم. وسادس بوينت، وهي بالنسبه لي مهمه برضو، لما يكون حد قاعد هو مش واخد على الجو اللي انتوا قاعدين فيه، لسه حد اول مره تعرفي عليه، حاولي انت اللي تشديه ان هو يتكلم. حاولي لو هو قاعد ساكت انت تقولي تعالى اتكلم، لا شارك معانا، لا طلع كده، لا طب احنا بنتكلم في الموضوع، طب انت ايه الحاجه اللي عادي عادي، شدي انت الناس خليها هي تتكلم. لو هم مكسوفين خليهم هم يتكلموا. والله العظيم لما يروحوا البيت عمرهم ما هينسوا ان انت الشخص اللي شدتيهم وقلت لهم اتكلموا في وقت ما فيش حد كان مركز معاهم، في وقت ما فيش حد كان شايفهم. فدي من اكتر الحاجات اللي هتفرق مع اي حد بيقعد معاكي، والله صدقيني جربيها. حد قاعد لسه جديد او مكسوف، او انت لسه عارفاه، او لسه متعرفين على الاشخاص ديت، خليهم يتكلموا. قولي انت بقى، طب انت مثلا بتحب ايه، لا طب انت مش عارفه ايه، طب انت ايه هواياتك، طب انت ايه شغلك كده. انا بتعرف على الناس، انا بكون مجموعه. انا مش بخلي حد قاعد يتكلم بقاله ساعه بيتكلم وشخص تاني قاعد يا عيني بيسمع بس، عايز بس حد يقوله اتكلم. ليه؟ بيخاف، ما عندوش ثقه في نفسه زياده، مثلا مش واخد عليكم مثلا انتوا الناس اللي قاعده. فلما يكون حد قاعد كده، لا خليه يتكلم وشارك وهكذا، او فاهمين يعني خففوا الدنيا على بعض، لان الناس بتحب كده. فلما انت توفري الحاجات ديت، وبجد بجد هتلاقي الناس كلها هي بتجري على تعرفك. وانا بقولك كده عشان انا بقولك ان ده بيحصل. انا مش بقولك كده عشان دي كلام بس كتب او كلام بس قراءه، لا، ابحث ودور وشوف الحاجات فعلا اللي بتحس انها بتفرق مع الناس، وشوفيها انت ايه الحاجات اللي بتفرق مع الناس لما بتعمليها، وهتحسي الناس بتحبك اكتر، او الناس بتشوفك احسن، والناس كلها هتعرفك. ليه؟ عشان انا فيا 2 و3 و4 و5. طب انا على طول حاسه ان الناس كلها مش طايقاني، او الناس كلها مش حباني. ليه؟ شوفي انت بتعملي الحاجات دي عكس الحاجات اللي انا بقولها دي ولا لا. شوفي انت ايه بتتقفلي مثلا بسرعه من الناس. طب لا، طب انا بنزل اصلا، فكره ان انت تبقي نازله من البيت متخانقه مثلا، فشايله كل الطاقه السلبيه ونازله تقعدي مع ناس، فما تفصليش بين ان انت في البيت وبين ان انت خرجتي قعدتي مع ناس تانية في شغلك او في دراسه او في اي كان. فتقعدي بقى ايه، اي حد يتكلم انت قصدك كده، قومي لي بقى وتتخانقي معاها. لا، انا بفصل بين ان انا في البيت وبين ان انا قعدت في مكان مع ناس. ودي مهمه قوي، مهمه قوي بجد. يعني في ناس عارفين اللي هو ما بتفصلش. ليه؟ اصل انا متخانقه مع البيت. حلو، انا متخانقه مع البيت ماشي، بس مش معناها ان انا انزل قاعده كده يا جماعه مش طايقه نفسي. مالك يا بنتي متخانقه مع البيت بقى وتقعدي خناقات خناقات؟ طب ماشي نفصل بقى، مش ليكي حد يتكلم يبقى انت قصدك وحش شويه، ممكن يكون قصدها لذيذ قوي، بس انت عشان انت يعني عارفين ان هو نازله من البيت اصلا طاقه سلبيه، فانت طبيعي مش هتعرفي تفصلي بين انك تنزلي من البيت وتقعدي مع ناس. اقعدي في البيت احسن، حتى لو انت مخنوقه انزلي اقعدي في البيت احسن. ما تنزليش تطلعي اللي جواكي من البيت على الناس، عشان مش كل الناس هتستحمل بجد. سادس بوينت او سابع بوينت، وهي جماعه ما نعليش على حد. بمعنى انا شخص قاعد قدامي حكى لي ان هو متضايق، او لسه بيحكي ان هو زعلان ومتضايق، لا انا مش زعلانه ومتضايقه اكتر منك. احنا بنعلي على بعض. عارفين يعني ايه بنعلي على بعض؟ يعني انت عندك الزعل حبه كده، فانا لا، انا عندي زعل اكبر منك. لا انا ليه اهميه دلوقتي ان انا اتكلم اكتر. ليه؟ عشان زعلي اكبر. حتى لو انت من جواكي زعلك اكبر من الحاجات اللي الشخص بيقولها، ما تستقليش بيه، ما تقعديش تقولي